الأهلي يدرس التقدم بشكوى ضد كريم حسن شحاتة وبعض الإعلاميين للمجلس الأعلى للإعلام بسبب ترويجهم لشائعة تواصل الخطيب مع بتروجيت لمنع انتقال حامد حمدان للزمالك. الزمالك يهدد حسام عبد المجيد بالتجميد الموسم المقبل لرفضه التجديد رغم فشل كل محاولات الإقناع. الأهلي يتجه لغلق ملف بيع أشرف داري بعد عدم وصول عروض جيدة ومنح اللاعب فرصة حتى يناير لإثبات نفسه. محمد شكري ينضم لتدريبات الأهلي غدا بعد حسم الصفقة رسميا من سيراميكا. كريم الدبيس يجدد عقده مع الأهلي حتى 2029 ويخرج معارا لسيراميكا ضمن صفقة شكري. الأهلي يضع بندا في عقد خالد عبد الفتاح يمنحه حق استعادته خلال موسمين مقابل 10 ملايين جنيه. الأهلي يطلب استعارة أحمد خالد لاعب وسط الأهلي الشاب المتألق مع مودرن سبورت. الأهلي يرفض عرضا من السعودية لديانج بقيمة 4.5 مليون دولار ويتمسك ببقائه. الصحافة التونسية: الترجي يسابق الزمن لضم أوغستين منصور بعد تأكيد مصادر مصرية أن الأهلي غير متحمس للتعاقد معه. وليد الهشري: منصور سيكون إضافة قوية للترجي إذا تم التعاقد معه خصوصا لصغر سنه. تقارير: طارق حامد قد يعود لحسابات الزمالك وسط تعثر ضم حامد حمدان. شائعات تربط أفشة بالزمالك بسبب تعيين وكيله عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات بالنادي الأبيض رغم استمرار عقده مع الأهلي. مدحت شلبي يروج لوجود أزمة في رواتب لاعبي الأهلي ورغبة الشحاتة وأفشة في زيادتها رغم عدم صدور شيء رسمي. غضب في مجلس إدارة الأهلي من تصريحات مصطفى يونس واتجاه لمقاضاته. ريبيرو يعود للقاهرة لقيادة إعداد الأهلي للموسم الجديد. بيراميدز يعقد اجتماعا لحسم موقف فيستون مايلي الذي يصر على الانتقال للفتح السعودي. الهلال السوداني يجدد عقد جون كلود للحفاظ عليه من عروض الأندية الإفريقية. مفاوضات جادة بين الزمالك والمصري لاستعادة أحمد عيد بعد رفض الأهلي التعاقد معه. الزمالك يواصل تحريض حامد حمدان للتمرد على بتروجيت لإجبارهم على بيعه. قناة الزمالك تهاجم بتروجيت وتصف حامد حمدان بلوكا مودريتش الغلابة. شيكو بنزا يجتاز الكشف الطبي بنجاح والزمالك يستعد للإعلان عن ضمه رسمياً.